الكرة يعني حتى ما لو مساش لاعب ما كانتش طبعا لاحظوا، لانه كان الكرة كانت في اللعب اصلا من الحارس فهد طالب. ياه، سوء التقدير من حراس المرمى احيانا يكون كارثي حقيقة. وحارس مرمى يمكن حقيقة نلمح انه عنده نوع من الرهبة، الحارس ابراهيم الموسى، بحكم طبعا انه حارس مرمى يعني بدأ ياخذ فرصته كاساسي وبطولة كبيرة. ترتد الكرة لفريق الصفاء والعرضية، وممكن وهي لكن لا زالت خطيرة وكرة هدف. تسلل. نعم راية صحيحة. الهدف تسلل. دياي وضع الكرة في المرمى لكنه كان في وضع تسلل. تحكيم ممتاز داخل منطقة الجزاء. ننتظر حال القوة الجوية، هل سيميل إلى الأحسن أم لا؟ رمي التماس طويلة على ما يبدو ستنفذ على طريقة الركنيات لفريق الصفا اللبناني. لا، ما لعبتش على طريقة الركنيات. قصيرة نفذت إلى مندي أعادها، وكرة عالية تمر. يشتتها دفاع القوى الجوية، وهو طبعا نادي تابع لوزارة الدفاع العراقية. أمامية الكرة ملعوبة، خطيرة ولكن انطلقت صافرة. محاولة لفريق الصفا اللبناني، يبدو أنها أشارت إلى تسلل. مش تسلل وإنما فاول على ندياي. فاول كانت توضحت تماما. أحمد يعلي كرة، تركيز كبير حقيقة عند لعب الكرات الثابتة بالذات الركنيات. لعبها على العمود القريب أحسن من البعيد، ممكن كنوع من إحداث مفاجأة للمنافس، لكن الدفاع يقظ ومنتبه. وكرة الآن على جهة اليسار للفريق العراقي، فريق الصقور العراقي كما قلنا. هذه هي الكنية التي يكن بها هذا الفريق. كرة عالية داخل منطقة جزاء، وكرة برافو إبراهيم الموسى. كرة حقيقة كانت أن تمر من فوق الحارس اللي انتبه والتقطها في الوقت المناسب. ثم لا زال يحتفظ ب 11 لاعب بدأوا المباراة ولا زالوا على أرض الملعب جميعهم. هذه كرة على جهة اليسار، هذا حمادي الخطير. كرة عالية تمر. الله، لا أصدق كيف ضاعت هذه الفرصة على فريق القوى الجوية، كيف ضاعت. نعم، ملعب باسم قاسم أنهى كل تبديلاته، مدرب القوى الجوية. ركلة حرة لفريق القوى الجوية. كرة عالية كثيرا، وكما قلت صاروا يركزوا على أن يلعبوا على المرمى من مسافات بعيدة، إنه حارس المرمى طبعا ليس طويل القامة، فبالتالي ربما بهذه الطريقة، ولكن حراس المرمى قصار القامة في كثير من الأحيان.